مش قلنا نستنى لحد ما المسلسل يتعرض بدل الحوار اللي حصل على البوستر والاعلان ده؟ حد الشبوة الصغير يا ياسين، يا ياسين، ياسين قوم يا حبيبي ياسين. جيتوا هنا قبل كده؟ لا، أول مرة. مسلسل ليه داعي فعلا، الفكرة هي المتحكمة فيه. المسلسل ده ممكن يتعرض في أي وقت، تحس إن هو تكليف من حد لحد، حد بيقول لحد اعمل لي مسلسل عن الوصاية، لأن هو فيه بحث وتفاصيل كتير وتعب ومجهود. المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. مش احنا اتفقنا ما نجيبش سيرة بابا مع أي حد خالص؟ جوز حضرتك فين؟ ليه؟ بتعمل اللي انت بتعمليه عشان عيالها هتبقى بطلة وحنان. كفاية كلام حمل. رمضان السنة دي كان في كذا مسلسل بيناقش قضايا اجتماعية، واللي كان أهمهم مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، وبنسبة كبيرة ممكن يكون السبب في تغيير قانون من الدستور المصري، وهو قانون الولاية، لأن هو بيسبب معاناة بتعيشها سيدات كتير في مصر، بيخليها عاجزة عن رعاية أولادها بسبب بند فيه، واللي هو ترتيب الأولوية في حق الوصاية على الأطفال، اللي بيقول إن بعد وفاة الأب الوصاية على أموال الأطفال بتتنقل بشكل تلقائي لولي من عيلة الأب اللي هو جد الأولاد من ناحية الأب. المسلسل ده ممكن يغير القانون، هو بيتكلم عن الميراث وتهميش دور الأم، وبيخونوا الأم وناس بعيدة عن الأطفال بيتحكموا في فلوسهم. مسلسل تحت الوصاية كان من أحسن المسلسلات السنة دي في رمضان، تحسه كده مسلسل من نوع خاص مش كل الناس هيعجبها، لكن المسلسل كان عاجبني جدا من تأليف وإخراج، وكمان جو عالم الصيادين ده كنت أول مرة أشوفه، وكمان كان في أماكن جديدة كان الواحد أول مرة يشوفها، وكمان كان الواحد أول مرة يتفرج على دمياط بالشكل ده. بسم الله. زود يا كريم يا رب. زود. ما ينفعش حد من المركب يعرف ان احنا معانا حريم. تعالوا نتكلم عن أداء النجوم في المسلسل. أداء منى زكي من أفضل النجوم في مصر وأتقالهم فعلا، وبتعرف تعمل أي دور تتمكن منه وتمثله كمان، لأن منى زكي من أكتر الممثلات المتنوعة في جيلها. لو بصيت كده على آخر 10 سنين هتلاقيها عاملة كام مسلسل كده حلو جدا ممكن ترجع تتفرج عليهم تاني، زي مسلسل آسيا وأفراح القبة، وكمان لعبة نيوتن وتحت الوصاية. كل مسلسل منهم كان بستايل مختلف وأداء مختلف وشخصية مختلفة وكمان طريقة كلام مختلفة. كمان الفنان رشدي الشامي، الراجل ده من أول ظهور ليه وهو على طول مبهر. دوره في عم ربيع تحس بيه كده وتحس بهمومه، وكمان المكياج والتفاصيل بتاعته ورقبته وكمان الكاب بتاعه اللي كان لابسه، لا فعلا كان دور جامد جدا. نيجي بقى لأحمد خالد صالح، فعلا أنا أول مرة شفته أحمد خالد صالح في المسلسل، أو أي حد هيشوفه لا فعلا هيحس إن هو مدرس، يعني من أول مشهد كده لا الراجل ده مدرس فعلا. والراجل الحرامي البياع بتاع السوق اللي هو كان في 100 وش، الراجل ده كان تمثيله جامد جدا برضه في المسلسل. وطبعا احمد عبد الحميد كان دوره جامد جدا، وحتى اللكنه بتاعته واللهجه كان عارف يعملها مظبوط جدا. من رايي افضل المشاهد واصعبهم هو التصوير مع الاطفال، يعني البنت الصغيره دي ازاي كانوا بيخلوها تسكت وازاي كانوا بيخلوها تعيط في المشاهد، اعتقد الموضوع كان صعب جدا. وكمان اخوها عمر شريف اللي كان بياكلها وبيخاف عليها كان دوره كويس جدا. في مشاهد المركبه كانت في البحر تحس ان هي جرافيكس لا معموله صح، تحس ان هم واخدين المركب على كروما وبيعملوا لها مشاهد، بس هي فعلا كان تصوير جامد جدا، والموسيقى التصويريه بتاعت المسلسل كانت رائعه جدا مع عيشاك اللحظه والوقت. المسلسل مكون من 15 حلقه، كل حلقه كانت وقتها كويس جدا، ما كانش فيها تطويل ولا الكلام ده، وكانت حلقات منظمه جدا. حته اللي هي الفلاش باك اللي كانت في الاول دي كانت بتحكي لك الاحداث السابقه الحاجات القديمه، وبعد كده كانت تتر، وبعد كده كان بيحكي لك المسلسل نفسه. دي كانت حاجه منظمه جدا ومفيده للمسلسل. ناس كتير مش هيعجبها المسلسل وناس كتير ممكن يعجبها، لان في ناس بتحب تتفرج في رمضان على حاجات كوميدي على حاجات دراما، فممكن يكون المسلسل ده ما يعجبهاش على حسب هي بتحب نوع ايه من المسلسلات. قولوا لي رايكم في المسلسل ده لو حد اتفرج عليه، ولسه ما اتفرجش هستنى رايه. سلام.